السلام عليكم وأهلا بكم إلى أول عرض إخباري مفصل مباشرة من القناة الثانية. البداية من الدار البيضاء، بالضبط من الخيرية الإسلامية بسيدي البرنوسي، حيث يشتكي نزلاء الدار من الأوضاع المتردية التي زادت حدتها خلال هذه السنة، سواء ما يتعلق بالسكن أو التغذية أو المتابعة. هذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها نزلاء الخيرية بتحسين أوضاعهم المعيشية. روبورتاج حسن لحمدي وأمين خباب. لم نضرب موعدا ولم نخبر المسؤولين عن الزيارة. أولى المشاهد التي تلتقطها العين تحيل على البؤس والإهمال. أحد النزلاء استبشر خيرا بقدومنا للكشف عن المستور في مؤسسة من المفترض أن توفر شروط العيش لرجال الغد، وأنت تتوغل كأنك تدخل نفقا مظلما هنا بجناح البالغين الذي تعرض إلى حريق كاد أن يؤدي إلى ما لا تحمد عقبه. انا الماكله بعد ما تنتغداش هنا وما تفطرش، ما تسمح في كل شيء، تخرج تقلب على راسك، تبريكولي هنا وهنا، ما عندكش تضطر تقول بنادم عطيني. منهم من يفترش الأرض في غياب التجهيزات الأساسية. كثرة النزلاء تدفع بالبعض إلى افتراش السلالم، فالخيرية تأوي 167 نزيلا تتراوح أعمارهم ما بين 36 سنة. الكبار منهم يعيشون احتقانا وسخطا بسبب الإقصاء. اكثر ديال الدراري باغيين يمشيو منا، احنا الهدف ديالنا ماشي ديما غنبقاو في خيريه، حتى حنا راه غنديروا واحد المستقبل ديالنا وغنمشيو، وتا غيجيو دراري اخرين قبل منا. هاد الجيل اللي طالع حتى هو غيشد بلاصتنا. الخدمه كاينه، الخدمه ما كايناش. علاش تسمع بولد الخيريه تيقول لك لا راه ولد الخيريه ما نقدرش ندخلوه، تيقول لك راه قبيح. وهذه تمول الخيريه من قبل الدوله ب 30%، والباقي عباره عن مساهمات المجتمع المدني. لحد الان انا ما خصني حتى حاجه الحمد لله، لان السي ادريس دار معايا بزاف د الحوايج اللي ممكن شي مؤسسات اخرى ما يديروهمش، لان فوق الطاقه ديالو. شنو الحوايج؟ دخلني دابا واحد السونتر ديال لوديوفيزيال هكا، معاوني في ليكول اللي كنقرا فيها. بزاف د الحوايج كيديرهم هو اللي ما يقدرش يديرهم حتى مسؤول اخر، لان فوق الطاقه ديالو. نائب المدير هو الآخر خرج عن صمته ما دام هو الآخر يريد حل للخروج من المأزق. حالة الدولاب والأفرشة تعكس جانبا من المشكلات الجوهرية التي يعاني منها النزلاء. على الاقل عندنا واحد 80 حاله اللي هما بالشواهد ديالهم بالدبلومات ديالهم، كاين اللي زانجينيور، كاين اللي باك بلس 5، كاين اللي ماستر، ولكن ما لقيناش فين نخدموهم. وبالتالي ملي تيبقى عندك هنايا واحد بدون عائله وها هو مكون وجالس هنايا، وبالتالي كيتحول هذاك السيد اللي انت كتكون فيه الى عنصر يقدر يكون ماشي هو هذاك. وهذا الشيء تيبان بزاف مثلا في التخريبات اللي تيبداو يديروا، في الهضره ديالهم اللي كتولي قاصحه شويه. نحن بدورنا ندق ناقوس الخطر بعدما عاينا ظروف الإقامة والمشاكل النفسية التي يعيشها النزلاء. ندق ناقوس الخطر للتدخل إنقاذ هؤلاء الأطفال والشباب. من جانبنا اتصلنا بالسلطات المحلية للبرنوس التي أكدت أنها منكبة على حل المشاكل العالقة من خلال عقد اجتماعات ماراثونية مع كل المتدخلين لرد الاعتبار لهذه المؤسسة التي تعاني من مشاكل يتقدمها رفض البالغين مغادرة المكان وفتح المجال لنزلاء آخرين. بعث جلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم حسين عيد أحمد الذي توفي الأربعاء الماضي بلوزان بسويسرا عن عمر يناهز 89 سنة إثر مرض عضال لم ينفع معه علاج. وقد تم نقل جثمان المرحوم حسين عيد أحمد إلى الجزائر، وسيتم دفنه الجمعة القادمة بمسقط رأسه بعين الحمام بتيزي وزو. الخبر أعلنه الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية محمد نبو، والذي أضاف أنه ستقام جنازة وطنية وشعبية للمرحوم حسين عيد أحمد، كما سيتم تنظيم ليلة ترحمية في نفس اليوم بالمقر الوطني للحزب بالجزائر العاصمة.
في الولايات المتحدة الأمريكية شب حريق في أحد مساجد مدينة هيوستن في ولاية تكساس، ورجحت تقارير إعلامية أن يكون الحريق متعمدا. وأوضحت المصادر أن النيران أتت على المركز والمسجد التابع للجمعية الإسلامية في مدينة هيوستن مع تضرر بعض المحلات بجواره، بينما لم يصب أحد بأذى. المحققون عثروا على أدلة على استخدام مواد كيميائية لإضرام الحريق الذي وقع الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي، ما يعني أنه فعل مدبر. كما تعرض مسجد بأجاكسيو بكورسيكا أمس للنهب والتدنيس والعبث بمحتوياته من قبل متظاهرين تجمعوا للتنديد باعتداء على رجلي إطفاء وشرطي ليلة الخميس الجمعة. مصادر محلية أكدت أن نحو 600 شخص تجمعوا خلال النهار تضامنا مع الجرحى 3. وفيما كان المتظاهرون يرددون شعارات معادية للعرب، اقتحمت مجموعة منهم المسجد وعبثت بمحتوياته وحاولت إضرام النار في عدد من الكتب من ضمنها النسخ من القرآن. وقد أدان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس هذا الاعتداء، واصفا بأنه من غير المقبول تدنيس مثل هذه الأماكن. في سوريا يتوقع أن يخرج حوالي 4000 شخص بين جهاديين ومدنيين من 3 أحياء جنوب دمشق غداة مقتل زهران علوش قائد تنظيم جيش الإسلام المعارض المسلح في غارة جوية. وفي حلب ومحيطها المعارك مشتعلة بين قوات النظام والمعارضة المسلحة، والتي أدت حتى الساعة إلى مقتل وجرح العشرات من الجانبين. تقرير هشام غرفاوي. بموجب اتفاق غير مسبوق أبرم بوساطة أممية، وصلت حافلة لإجلاء 2000 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية وعائلاتهم من مناطق محاصرة خاضعة لسيطرة المعارضة السورية المسلحة في جنوب دمشق. وذكر تلفزيون المنار التابع لحزب الله اللبناني أن 18 حافلة وصلت لنقلهم بالإضافة إلى 1500 من أفراد أسرهم، بينما لم يتضح إن كانت الحافلات وفرتها الأمم المتحدة أم الجيش السوري. وذكر ذات المصدر أن الجيش السوري سيتسلم الأسلحة الثقيلة التي سيتركها المسلحون وسط تكتم شديد لتنظيم الدولة وقوة النظام على تفاصيل الاتفاق. يحدث ذلك في وقت قتل فيه 71 عنصرا على الأقل من قوات النظام السوري والفصائل الإسلامية في معارك عنيفة بين الطرفين، سابقها تفجير انتحاري في بلدة في محافظة حلب بشمال البلاد، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، والذي أشار إلى أن القتلى من جنسيات سورية وغير سورية، كما أصيب العشرات بجروح. وتمكنت الفصائل الإسلامية إثر الاشتباكات من السيطرة على مناطق عدة في بشكوي في ريف حلب الشمالي، وتسيطر الفصائل الإسلامية المقاتلة على محيط هذه المنطقة من الجهتين الشمالية والغربية، فيما تتواجد قوة النظام في البلدة والمناطق الواقعة إلى الجنوب منها. كذلك استمرت الاشتباكات ليلا في محيط بلدة خان طومان في ريف حلب الجنوبي بين قوات النظام من جهة وجبهة النصرة وفصائل إسلامية أخرى من جهة ثانية. وقد تكون محافظة حلب شاهدة على أكبر تقدم لقوات النظام السوري خلال أكثر من شهرين، إذ استعادت عددا من القرى والبلدات في ريفها الجنوبي من أيدي الفصائل المسلحة. وفي العراق، ورغم التحديات الكبيرة التي تواجهها القوات العراقية والمتمثلة بالألغام والقناصة في مدينة الرمادي، الجيش العراقي عزز مواقعه تمهيدا للهجوم النهائي المرتقب لتحرير الرمادي من قبضة تنظيم داعش الذي يسيطر على المدينة منذ مايو الماضي. تقرير نادية اليوبي. معارك ضارية ما زالت رحاها تدور في الأحياء الجنوبية للرمادي، لا سيما في حي الضباط وحي الضباط 2. مقاتلو مكافحة الإرهاب والجيش العراقي والفرق الهندسية تمكنوا أخيرا من دخول الرمادي وتفكيك متفجرات من الجوامع والشوارع الرئيسية، إلا أن تقدمهم ما زال بطيئا. سبب التأخير هو ما عمله المجرمون من أعمال شنيعة من التفخيخ، يعني العجلات اللي حملوها أكثر من طاقتها حتى توقع أكبر ما يمكن من الخسائر والدمار في الطرقات. التقدم الحذر هو السمة الغالبة على عمليات القوات المشتركة نظرا لشراسة المعارك،
ونظرا للكم الكبير من المتفجرات والمفخخات التي يتركها تنظيم داعش في المواقع التي ينسحب منها. من جانبها عمدت طائرات التحالف إلى قصف مواقع قرب المجمع الحكومي ومستشفى مدينة الرمادي، فيما نفذ سلاح الجو العراقي ضربات ضد مواقع التنظيم لتصل القوات المشتركة بهذه العمليات إلى تقاطع الحوز الذي يعتبر تقاطعا استراتيجيا باتجاه المجمع الحكومي، والذي تمثل استعادته تأكيدا لفرض السيطرة الكاملة على المدينة. في فلسطين استشهد شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الجديد بالقدس المحتلة. مصادر محلية ذكرت أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب وتركته ينزف على الأرض حتى توفي، وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء التصعيد الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي إلى 138 قتيلا، منهم 26 طفلا وطفلة و8 سيدات، فيما تجاوزت حصيلة المصابين 15,000 مصاب. في ميانمار أعلنت الشرطة المحلية عن فقدان نحو 50 شخصا إثر انهيار أرضي بمنجم في ولاية كاشن بأقصى شمال البلاد، وما تزال عمليات البحث والإنقاذ في منطقة الانهيار متواصلة بحثا عن المفقودين إثر الانهيار الذي وقع في موقع لتفريغ التربة بالقرب من منطقة هاباكانتا للتعدين، وذلك بعدما كان عمال المنجم يزاولون أعمالهم، وكان حوالي 121 شخصا لقوا مصرعهم في انهيار أرضي سابق وقع قبل أكثر من شهر في نفس المنطقة. وشهد العام الجاري 7 حوادث مماثلة في المنطقة نفسها. أيام قليلة تفصلنا عن نهاية السنة الإدارية 2015، وابتداء من اليوم نعرض لأهم الأحداث التي شكلت الحدث والخبر على الصعيد الوطني. وفي هذه النشرة نتوقف عند أهم الرهانات والتحديات في القطاع الصحي ببلادنا، في تقرير نادية أحتا. لعل أبرز الأحداث التي شهدها المجال الصحي ببلادنا الإعلان عن إغلاق ضريح بويا عمار. القرار الذي اتخذه الحسين الوردي وزير الصحة أوقف نزيف الانتهاكات التي يعيشها النزلاء. هؤلاء تم نقلهم إلى المستشفيات والمصالح الطبية الخاصة بالطب النفسي، كما تمكنت الأسر من استعادة نحو 30 مريضا بطلب منها. سبق علمي شهده المجال الصحي ببلادنا هذه السنة يتعلق الأمر بصناعة دواء جنيس لفائدة مرضى التهاب الكبد الفيروسي. خلف هذا النجاح مختبر مغربي استطاع صناعة دواء مماثل وبنفس معايير الجودة لدواء كان يستورد من الخارج. الدواء برهن على نجاعته في علاج الكبد الفيروسي بنسبة 90%. إضراب للطلبة الأطباء ضد مسودة الخدمة الإجبارية بالمناطق النائية التي تقدمت به الوزارة الوصية على القطاع. الإضراب شمل مختلف المصالح الاستشفائية الجامعية بالمملكة. الوزارة اعتبرت الإضراب غير مبرر ويحمل تأويلات سياسية ولا يتماشى مع ما جاء في مسودة مشروع قانون الخدمة الإجبارية. نجاح طبي تم تسجيله بمستشفى ابن سينا بالرباط يتمثل في إجراء عملية لزرع الكبد هي الأولى التي يشرف عليها طاقم طبي مغربي 100%. العملية أجريت لسيدة في عقدها الثالث وتكللت بالنجاح، وتمت بعد تبرع عائلة بكبد طفلتها التي قضت في حادثة سير. طلبة التعليم العالي العمومي والخاص بل وحتى الطلبة الأجانب شملهم التأمين الإجباري الأساسي على المرض هذه السنة. الخطوة التي استحسنها الطلبة صادق عليها مجلس الحكومة، خطوة تمكن الطالب من الانخراط في الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي التي ستمكنه من الاستفادة من كافة الخدمات الصحية.
وفي 10 من دجنبر لهذه السنة استحسن 625 ألف مريض بالتهاب الكبد الفيروسي سين خبر تخفيض سعر الدواء الخاص بهذا الداء، حيث أعلنت وزارة الصحة عن إنتاج دواء جديد بتكلفة أقل طرح بمبلغ 3000 درهم للعلبة الواحدة. في الصفحة الثقافية تتواصل بمدينة إيموزار كندر فعاليات مهرجان الشعر الذي تنظمه جمعية الفينق للإبداع والتواصل احتفاء بالشعراء المغاربة. قراءات شعرية عربية وأمازيغية وندوة دراسية تحتفي بالشاعر المغربي المكرم في الدورة 14 الأستاذ عبد الكريم الطبال. روبورتاج عبد الصمد طعن. روح واحدة وأنا ابنهما الكبير ابنهما الصغير. احتفاء وتكريم لشاعر يتنافس فلسفة. الدورة 14 لمهرجان الشعر بإيموزار كندر حملت اسم عبد الكريم الطبال وفاء للرجل. هو نوع من الوفاء لشاعر كبير وشمع اسمه عاليا في سماء القصيدة المغربية، وهو محاولة إعادة اصطبار لرموزنا الشعرية التي هي رموز باذخة. جئت ليلا بعد عمر عشت جوعا بالثواني. الدورة مزجت برفق الشاعر بين أغاني جمال الكتامي الذي يشتغل على القصيدة المغربية وبين أنواع النظم ومدارسه العربية والأمازيغية بحضور الوازن من الأسماء. حضر هذا اللقاء مجموعة من الأسماء الوازنة ذات الحضور الوازن أيضا في المشهد الشعري المغربي كعبد الكريم الطبال وأمين المريني، جمال أزراغيد، عبد الحق بن رحمون. يومان تتواصل فيهما قراءات لشعراء مغاربة بدعم من وزارة الثقافة وتنسيقا مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، وتنظم ندوة حول الشعر المغربي المعاصر. نبقى مع الصفحة الثقافية والصورة والفوتوغرافية التي توثق للأثر والآثار التي التقطتها عدسة الفنان الفوتوغرافي مارك بيلي الذي تنقل بين القبائل والأماكن ملتقطا برهافة حسه الفني ودقة نظرته الاجتماعية للأشخاص والأشياء. انتقى من بين 40,000 صورة ما يلخص تجربته الفنية في معرض بمدينة تارودانت. روبورتاج الحسين وزيك وعادل البوسكري. داخل الأحياء العتيقة للسوق الشعبي الكبير بقلب تارودانت اختفينا الخطوات الفوتوغرافية للفنان الفرنسي مارك بيلي. إنه لا يفارق آلة التصوير، خاصة وهو بهذا الفضاء المفعم بشتى التفاصيل الإنسانية. أزيد من 10 سنوات من التجوال بين باريس وتارودانت للبحث عن التفاصيل الصغيرة لصوره الفوتوغرافية. إنها عواطف إنسانية وبصرية في الآن نفسه، ثقافة مختلفة تخلف فينا آثارا نرغب فعلا في تصويرها. آثار المغرب هو بالضبط عنوان معرض الصور التي اختارها مارك بيلي من بين أزيد من 40,000 صورة فوتوغرافية جمعها في فترة إقامته بتارودانت منذ سنة 2003. الآثار شهادة حية من الماضي، لكن أيضا علامة تجسد لثقافة غنية بتنوعها. الآثار التي خلفها المغرب إنها الآثار التي تركتها رؤية الآخرين. الثقافة المغربية طبعت ببصماتها حتى في طريقة حياتنا. إنها آثار لانعكاس ثقافي. هي إذن دعوة فوتوغرافية لاكتشاف آثار الثقافة المغربية عبر صور الفنان مارك بيلي. دعوة مفتوحة بمعرض ليشير بتارودانت إلى غاية 30 من شهر يناير من السنة التي سنستضيفها قريبا. فبآثار الرحيل قد نترك أنفسنا أحيانا على أمل أن نجدها في مكان آخر أو حتى في صورة فوتوغرافية جديدة.
في ختام هذه النشرة، في سوريا يتوقع أن يخرج حوالي 4000 شخص بين جهاديين ومدنيين من 3 أحياء جنوب دمشق غداة مقتل زهران علوش قائد تنظيم جيش الإسلام المعارض المسلح في غارة جوية. وفي حلب ومحيطها المعارك مشتعلة بين قوات النظام والمعارضة المسلحة، والتي أدت حتى الساعة إلى مقتل وجرح العشرات من الجانبين. وبالنسبة لروبورتاج جولتنا في الفضاءات الخضراء بمحيط مدينة الدار البيضاء وبالضبط بغابة بوسكرة، هذا الموضوع سنعود إليه في نشرتنا القادمة. الأخبار بالأمازيغية تأتيكم بعد أقل من ساعة من الآن، وبالفرنسية في تمام 8:15 مساء مع إحسان بن بل. أعود وألقاكم في المسائية بحول الله. نهاية النشرة، إلى اللقاء.